السبب الحقيقي ورا سر التحنيط عند المصريين القدماء مش بس الحفاظ على الجثث، الرسائل والدروس اللي كانوا بيحبوا يوصلوا لها من وراها. التحنيط عند المصريين القدماء مش بس كان للحفاظ على الجثث، ده كان جزء من عقيدتهم وفلسفتهم عن الحياة والموت. المصريين كانوا بيؤمنوا إن الحياة مش بتخلص بالموت، وإن الروح محتاجة جسم سليم عشان تكمل رحلتها للآخرة. عشان كده كانوا بيهتموا بكل تفاصيل التحنيط: إزالة الأحشاء بطريقة دقيقة، استخدام مواد طبيعية لتحنيط الجثث، وتغليفها بلفافات من الكتان. كل خطوة كان ليها معنى ديني وبتساعد الروح على الوصول لعالم الموتى بأمان. غير الجانب الديني، التحنيط كمان كان درس علمي وعقلي المصريين اتعلموا من خلاله الكيمياء والأحياء، وكانوا أول ناس يكتشفوا تأثير المواد المختلفة على الجسم للحفاظ عليه. يعني التحنيط مش بس عادة دينية، ده مزيج من العلم والدين والفن، واللي خلى حضارتهم تبقى متقدمة جدا لدرجة إن العلماء لسه بيتعلموا منها لحد النهاردة.